في حالة كده من الشعور بالإحباط وفقدان الأمل. يعني كنت بتفرج على أحد الفيديوهات، واحدة يعني نشيطة في اليوتيوب. لقيتها بتقول خلاص أنا مش هتكلم عن مشكلة اللاجئين تاني. أنا يعني لدرجة إن هي يعني اتمنت لنفسها الموت. برضو حد تاني كان بيتكلم قال لك أنا مش هتكلم في المشكلة تاني، أنا خلاص يأست. يعني هو حالة تيئيس المصريين ديت يعني. دي حالة صحية، حالة كويسة، يعني حاجة كويسة. يعني هيوصل بإيه لما المواطن يبقى في حالة يأس وإن هو يرضى بالأمر الواقع؟ لا، أكيد في، يعني هيبقى في، يعني زي ما بيقولوا النار تحت الرماد. هيسكت وهيعمل، يعني احنا شفنا اللي حصل يعني قبل كده. الناس كانت محبطة وكانت، بس في الآخر الدنيا يعني فرطت منهم يعني. وده طبعا ما بنتمناش ده لبلدنا، لان بلدنا مش في حالة ان هي ينفرط عقدها يعني. احنا تعبنا من قبل كده وتعبنا من الثورات اللي طلعت منهم، لله حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. اللي طلعوا لنا 25 يناير وخربوا لنا البلد. لحد دلوقتي بنصلح في اللي هم خربوه اصلا. ف يعني بس الجد علينا بقى، احنا بقى الجديد اللي هو مشكلة اللاجئين اللي هم بالملايين وقاعدين في مصر كده. وللأسف الدولة يعني عمالة كل كلامها عن راحة اللاجئين، هيسكنوا ازاي، مستقبلهم ازاي، مستقبل عيالهم. يعني مش عارفة، هم يعني مش واخدين بالهم ان الدولة دي فيها شعب اللي هو الشعب المصري يعني. ولا هم يعني عاملين إحلال وتجديد يعني، ولا ايه، مش عارفة يعني. ولا هي اللي كانت البلد على المحارة بقى، واحنا بنشطبها وبعدين هنحط فيها اللي احنا عايزينه. يعني بصراحة ربنا، والله انا شايفة الناس يعني بأمانة ربنا. يعني انا شايفة الناس في حالة احباط، مش احنا بس، مش انا بس. شايفة الناس في حالة احباط وفقدان الامل. وده صعب جدا في اي بلد. اللي فرحانين صحيح اللاجئين اللي قاعدين يشتروا في المحلات والشقق والفلل وبيدعوا اصحابهم انهم يجوا بقى من اوروبا، واللي مش لاقي له حتة تعالى. في حتة هنا موجودة، في تكية موجودة. ونتفاجئ ان تصريحات المسؤولين كلها بتصب في ان هم بيبحثوا يا عيني راحة اللاجئين. وشوف اللاجئ زعلان من ايه، ولا ايه اللي مضايقه في حياته، لا وبيبحثوا ايه مستقبل اللاجئين على المدى الطويل. يعني معناه ان ده مش مسألة لجوء، ده استيطان. يعني اللاجئين مش هيمشوا، يعني ده ناس قاعدة معانا على المدى الطويل. وده قالته وزارة التنمية المحلية، مش انا اللي بقوله يعني.